بغيتي تمشي للبحر في الصيف او دير سنوركلين او الغوص او اي رياضه مائيه ولكن ما كتعرفش تعوم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سكوبا بلر. انا فاطمه الزهراء مدربه غوص. كيوصلوني بزاف الاسئله على العومان، السباحه، السويمين. كاين بزاف الناس ما كيعرفوش يعوموا ولكن باغيين يتعلموا، ولكن ما عارفين شنو هي الطريقه اللي خاصهم يتبعوا باش يتعلموا يعوموا، او ما عارفينش فين. كاين اللي عنده افكار غلطه كتخليه يخاف من الماء او البحر عامه. كاين اللي ما عارفش فين يمشي او عنين يمشي باش يتعلم. كاين اللي ما عارف شنو هي المراحل اللي يقدر يتبع او التمارين اللي يدير باش يتعلم يعوم ويحيد الخوف ديالو. بعض الناس كيسولوني كيقولوا لي انا في عمري كذا سنه مثلا، واش مازال نقدر نتعلم نعوم؟ في هذا الفيديو غنجاوبوا على بعض الاسئله، غنشرحوا الافكار اللي كتخلينا نخافوا من الماء، وغنبداو بالتمارين الاولين ديال السباحه. الناس اللي مولفين القناه مرحبا بكم عاود، الناس اللي جداد مرحبا بكم حتى نتوما. الى عجبكم المحتوى بليز سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جديده. السؤال الاول، شنو هو العمر اللي نقدر نبدا فيه؟ السباحه ما عندهاش عمر محدد باش تتعلم، الانسان يقدر يبدا من نهار تزاد حتى لاي عمر وصلوا. اللي مهم واللي نصحكم به هو انك تشوف طبيب قبل ما تبدا. وعلائيا بزاف النوادي كيطلبوا شهاده طبيه باش تقدر تبدا معاهم. التشخيص اللي غيدير لك الطبيب ساهل وعام، يشوف لك التنفس، كيشوف لك القلب، الطونسيون وحاجات عاديه اللي يقدر يشوف باش يحكم واش تقدر دير رياضه او لا كاي رياضه كانت. فين نقدروا نتعلم؟ المهم هنا هو انك ما تتعلمش في البحر، من الاحسن انك تتعلم في المسبح بيسين. علاش؟ لانه المسبح ما كيكونوش فيه التيارات، ما كيكونوش فيه الامواج، ويمكن لك حتى تتحكم في العمق اللي غتمشي له. اللي مهم بزاف هو انه لازم تكون معاك المراقبه، شي واحد منقذ في السباحه، وعلاش لا اي واحد متمكن في السباحه، باش لو وقعتي في اي خطر يقدر يعتقك. في المغرب كاينين بزاف د البلايص فين تقدر تعلم. كاين المركبات الرياضيه بحال مثلا في الدار البيضاء كاين مركب محمد خامس، كاين القاعات الرياضيه اللي كيكون عندهم مسابح، وكاين اللي كيكون عندهم حتى عروض دروس السباحه. كاين الناس اللي عندهم مسابح في ديورهم او عند عائلاتهم، وكاين حتى مجمعات سكنيه اللي كيكون فيها مسبح عمومي. المهم ان المسبح يكون عندك فيه الحد، ما يكونش غارق. نشرحوا دابا بعض الافكار اللي غلطه اللي كتكون عند الناس اللي كتخليهم يكون عندهم فوبيا من السباحه. كاين اللي كيخاف من الماء عامه وحتى من المسابح. كاين بعض الناس كيخافوا انه ينزلوا تحت الماء ويبقاو. هذه الفكره غلطه تماما وغنشرحها من بعد في التمارين. كاين اللي كيخاف من البحر انه يديه او تجي شي موجه وتديه. هادشي غنشوفوه من بعد على مخاطر البحر وكيفاش نتفاداوهم. كاين بعض الناس اللي كيعرفوا يعوموا كيخافوا من الحيوانات اللي في البحر، اغلبيه القرش. الحاجه اللي خصكم تعرفوه هو القرش ما كياكلش الانسان، لانه الانسان ماشي فريسه ديال القرش او اي حيوان مائي. وإلا رجعتوا للفيديو ديال سكوبا دايفين غتشوفوا بانني كنعوم مع القرش. حاجه اخرى انه الا رجعنا للاحصائيات غنشوفوا بانه في العالم كامل وفي العام كامل كيكونوا فقط 5 الحوادث مميته بسبب القرش. هو من الاحسن اي واحد كيخاف من الحيوانات المائيه يتفادى الافلام، لانه اغلب المعلومات اللي فيها غلط، ويقراو الكتوبه ويشوفوا الافلام الوثائقيه اللي كتكون على القرش اللي غالبا كتكون فيها المعلومات صحيحه. كاين اللي كيقول انا كنحس براسي كنتخنق، هذه فقط افكار اللي يمكن لينا نحيدوها بالتمرين، وغنديروها اليوم في التمرين ديالنا. واحد النصيحه اللي غنعطيكم هو في هذه المده كامله ديال التمرين هو انه خاصكم الصبر. لو واحد التمرين ما قدرتوش ديروه من المره الاولى، لا عاودوا 2 المرات و3 وحتى 10، علاش لا، حتى تمكنوا منه. الطريقه اللي غنشارك معكم هي طريقتي الخاصه اللي خدمتها مع بزاف ديال الناس اللي كانوا ما كيعرفوش يعوموا، حتى اللي كانت عندهم فوبيا من الماء ولاو كيعوموا مزيان. اول حاجه قبل ما نبداو التمارين ديسكليمر. نبدا. التمرين الاول اللي غنديرو ساهل، يكفي انك تدخل المسبح ما غارقش لحد الوسط وتتمشى بشويه، حس بالماء وتنفس مزيان.
نوقفوا نرتاحوا ونتنفسوا نفس عميق. من بعد نبقاو ناخذوا نفس عميق ونتمشاو، نولفوا الماء ونحسوا بالقوه ديالو. نديروا هاد التمرين حتى يمشي ستريس. التمرين التالي هو اننا ناخذ نفس طويل ونخشيو وجهنا في الماء، الوجه بوحدو. نحسبوا 5 ديال الثواني ونطلعوا. يمكن لك تعاون راسك بالحيط او بالباغ ديال الدروج. نعاودوا هذا التمرين حتى نرتاحوا فيه. وانت كدير هذا التمرين غتلاحظ بان الماء ما يمكنش يدخل لا من النيف ولا من الفم الا انت استنشقتي. الخطوه اللي جايه هي انني نخشي راسي كامل تحت الماء. ناخذ نفس عميق، نحبس ونخشي راسي تحت الماء. نحسب 5 ثواني ونعاود نطلع نرتاح. نعاود هاد التمرين حتى نرتاح فيه. التمرين اللي من بعد هو تمرين الطفو. هي هذه كيف ما فكرتي، غير طرخه غير يهزك الماء. الريات ديالنا هي اداه طفو في الماء طبيعيه، دايرين بحال النفاخه. ملي كنعمروهم بالهواء الجسم ديالنا كيطفو فوق الماء، وملي كنفرغوهم كنبداو ننزلوا بشويه تحت الماء. باش نديروا هذا التمرين ناخذوا نفس عميق، نحبسوه، نديروا وجهنا في الماء ونجيبوا ركابينا لعند الصدر كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد نبداو نخرجوا في الهواء بشويه من النيف او الفم على حسب راحه كل واحد، ومن تما غنبداو نحسوا باننا كنهبطوا بشويه تحت الماء. وشحال الانسان كينزل كيبقى على طبيعه الجسم ديال الانسان وعلى طبيعه الماء اللي كنعوموا فيه. الماء د البحر كيهز الاجسام اكثر من الماء الحلو، هادشي علاش كتجينا فيه السباحه اسهل. دابا غنديروا الوضعيه الافقيه للطفو. غنوقف ونحل يدي ورجلي ويكون الجسم ديالي كامل على شكل نجمه. ناخذ نفس عميق وندير وجهي والجسم ديالي كامل في الماء بشكل افقي ومقاد. الجسم ديالك كامل خاصو يكون وسط الماء، ما يكونوش الرجلين او اليدين خارجين من الماء. نحسب 5 ثواني ونعاود نوقف. وكالعاده نعاود هذا التمرين حتى نولي مرتاح فيه. ملي غتسالي هاد التمارين غتكون عندك الثقه في نفسك وما غتبقاش تخاف من الماء. دابا غندوزو لمرحله تحسين الوضعيه الى الوضعيه الانسيابيه للطفو باش الجسم ديالنا يمشي بشكل سلس في الماء. هادشي غنلاقيو يدينا بجوج، وحده فوق الاخرى، نهزوهم الفوق والراس ديالنا يكون ما بين دراعنا، والظهر والرجلين يكونوا مقادين في وضعيه مستقيمه. ناخذ نفس كبير وبحال قبل ندير الجسم ديالي والوجه ديالي كامل في الماء بشكل افقي. الجسم خاصو يكون مقاد، ما كيميلش لواحد الجنب، وهذه النتيجه يمكن لينا نوصلوا ليها بالتمرين مره وجوج
حتى 10. الخطوه الجايه والاخيره ديال هذا الفيديو هي التنفس ديال السباحه. في السباحه كنستنشقوا من الفم ماشي من النيف. الا استنشقنا من النيف غيدخل لينا الماء نيشان للجهاز التنفسي. الزفير كيكون على حسب راحه كل واحد، يا اما من الانف او الفم. المحترفين كيخرجوا من النيف. لهاد التمرين غناخذوا الهواء في ثانيه وغنهبطوا تحت الماء في 2 ثواني، نفرغوا الهواء اللي عندنا ونعاودوا نطلعوا ونهبطوا 5 المرات بلا ما نحبسوا. يمكن لك تعاون راسك بانك تشد في الحيط او في الباغ ديال الدروج. الفيديو ديال اليوم سالات. نتمنى انكم تجربوا هاد التمارين باش تعلموا الخطوات الاولى ديال السباحه. بالنسبه لي غنشوفكم في الفيديو الجاي باش نكملوا التمارين ديالنا. سلام.